أهلا، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. متتبعاتي الوفيات، اليوم حبيت نشكركم قبل ما نبدأ لا فيديو نبدأ حتى حاجة. شكرا لكم وشكرا على دعمكم، شكرا لكل وحدة جربت توصل من وصفاتي. البنات اللي يبعثوا لي ديما في الانستغرام يسقسيو عليا كي نطول ما نبعث ما نحطش لي فيديو. شكرا ليكم بزاف بزاف. جيتكم اليوم بفيديو، شوفوا كيف راني هاد اليوم تاني ناشطه، ما عندي ما نحكي لكم، مانيش كامل نطول عليكم. جيتكم ما جيتش يعني يديا فرغانين، جيت نشارك معكم هاد الكيكه غير بالما. حنديكم معايا في نهار بسيط من نهاراتي، دونك تبعوا معايا ان شاء الله لا فيديو حتى للاخير. بديت لكم صباحي وهاكم شوفوا اللي يعرفني متتبعاتي الوفيات، ديجا قبل ما توصلوا لهذا المقطع راح تدوفينيو بلي حنشرب القهوه. لازم هذا يعني هذا وش يريق لي نهاري الصباح. كنت شربتها يعني في البيرو، وهاكم تشوفوا واش رافقت مع هذاك الكيك اللي كنت وجدته معكم. كنت وجدته نهار قبل، دوك نمد لكم الوصفه. اذا كنت مهتمين بها وحابينها تبعوا معايا مليح مليح. كيكه سهله خفيفه غير بالما، توجدوها في وقفه يا البنات. دونك واش درت 5 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة، شوية تاع زاز تاع سيترون، شوية تاع لافاني ورشة تاع ملح. البنات اللي جامي ينجح معاها الكيك اللي ما تشقلهاش، حنمد لكم واحد السر، هاد لاستيوس تاع المحلات كيف يتشقوا بها الكيك باش يضمنوا يعني 100% بلي حيتشقق. دونك تبعوا معايا لا فيديو حتى للاخير. حكمت واش درت. بعد ما زدت هاد المنكهات اللي حبيتهم، زدت لهنا كاس كامل تاع سكر، وراح نضربهم مع بعضهم حتى يذوب لي هذاك السكر ويبيض لي الخليط مليح مليح. اعطيوهم الوقت البنات حتى لربع ساعه. ماشي غير يبيض الخليط تكملوا باقي المكونات، لا اعطيوهم الوقت هذاك السكر يا بعد يذوب لكم، باش يمد لكم نتيجه مليحه. الا هنا واش راح ندير كي نشوف الخليط تاعي سي بون واجد وطلع لي مليح. الا هنا حنزيد كاس كامل تاع زيت، وراح نزيدو تدريجيا قطره بقطره كيما راكم تشوفوا فيه شغل انا نطلعوه في المايونيز. ما نلوحوش على ضربه، يعني نلوحوه تدريجيا هذاك الكاس تاعنا. على بالي قداه مره نحط تصويره الكيك تاعي بلا وصفه ويبعثوا لي البنات عليه، دونك هاني جبت لكم اسهل طريقه بطريقه اقتصاديه بزاف. وديروه شوفوا راح يبقى لكم تفطروا به تتقهووا به. الناس سورتو اللي يحبوا حاجه يرافقوا بها الصباح، هاد الوصفه على بالي حتجربوها وراح تدعيوا لي. دونك تبعوها معايا مليح مليح. دركا حنجيبوا المكون تاعنا. شوفوا سر الخفه تاع لي كيك تاعي، ديما جامي لا نستعمل فيهم الحليب، يعني نستعمل الحليب في المسكوتات في كل شيء، وشي لي كيك نستعمل الماء. لهنا واش درت كاس غير ربع تاع ما. هذاك الكاس غير ربع تاع ما راح نكمل نعمر الكيله بما زهر. شوفوا حيبان لكم منكهات غريبه بصح صدقوني هذاك المزهر ما كومش كامل حتقوتيه، بالعكس راح يمد واحد البنه للكيك. ياكلوا الكيك ويحسوا بنه ما يفهموهاش وش هي اللي فيه. موش تماما هذيك البنه تاع القطعه تاع مزهر. يعني جربوها بهذه الطريقه وردوا لي بالخبر. ولهنا زدت مغرفه معمره مليح مليح تاع الياغورت ناتور، يعني هنا مازال ما زدتش الماء، زدت الياغورت ناتور سات. ومن بعد زدت الماء على ضربه. على واش كي عاد الماء شوفوا راح نخلط يا ربي ميم با دقيقه وديريكتومون راح نقص السرعه ومن بعد نطفي عليه. في هذه المرحله لازم ما يتخلطش الخليط تاعنا بزاف باش الهواء اللي عمرناه في هذوك العظام تاعنا يولي ما يهبطش ويولي يتنفخ لكم الكيك تاعكم مليح مليح، ويجيكم هكا واحد القوام كيما نعدته لكم على الاول. يجيكم طري من النص مقرمش من الاطراف. ما كانش كيف حنصفه لكم يهبل لازم تجربوه باش تعرفوا مدى نجاح الوصفه هذه. هاوليكم الخليط تاعنا راهو واجد. دركا حنبداو نشيحوه بالفارينه. هو الفارينه البنات راه يهز لكم حوالي 3 كيسان ونص، بصح نتوما وشي هو ما تلوحوش ديريكتومون، يعني لوحوا وشوفوا الخليط تاعكم، لوحوا وشوفوا الخليط تاعكم حتى توصلوا للقوام ذوك نعته لكم. يعني توليو كي تخلطوا تهزوا هذيك المغرف تاعكم تخلي لكم خطوط من الفوق. البنات لا لوفور لا تعودوا تنساوها، يعني ما ديروها ديما مع الفارينه على الاول. وثاني خلطوا شي هو متكثروش تخلط بزاف، يعني كي تشوفوا هذيك الفرينه تاعكم دخلت خلاص زيدوا الكميه اللي بعدها باش ما تخرجوش الجلوتين اللي في الفرينه تاعكم والكيك تاعكم يولي يجيكم ثقيل. يعني خلطوا كي تحسوا المكونات تمتزجوا مع بعضهم خلاص نكتفي بهذاك التخلاط. لهنا شوفوا كيف خلطتهم مليح مليح.
واش راح نولي ندير هنا؟ يعني سي بون غير على مرتين، زدت الفرينه غير على مرتين. لازم شوفوا كي تهزوا المغرف تاعكم لازم يمدلكم خط ما يتقطعش وفي نفس الوقت يبقى من فوق الخليط. البنات لهنا لو مازال ثقيل شويه، يعني دوك نزيد نخفو شويه. نحيت حوالي قل من النص شويه برك من الخليط تاعنا، راح نزيد فيه الكاكاو والنسكافيه. هذه مرحله اختياريه البنات، يعني تقدروا ما تزيدوهاش، تقدروا ما ديروهش ماربري. انا برك حبيت نتفنن في الشكل تاعو. دونك واش درت؟ زوج مغارف كنت مغربلتهم تاع كاكاو، زدت لهم شويه تاع نسكافي. نسكافي هذيك تاعي بلا كافيين. وعلى واش درت الكاكاو المر البنات؟ باش ما يفزدليش النكهه تاع القارص، هذا ما كان. وهذوك الخطوط المغبغي يجيو ملاح. كي تحسوا الخليط تاعكم شويه ثقال لهنا زيدوا له شويه تاع ماء نورمال، ماهوش راح ياثر. على واش؟ هاو القوام اللي لازم نوصلوا له. لازم كي نهزوا المغرفه الخليط تاعنا لازم ما يتقطع لناش، وفي نفس الوقت يخلي لنا خطوط فوق الخلطه تاعنا. ولازم الخليط هذا تاع الشيكولا والخليط تاع لافاني يكونوا فرد قوام. هاكم تشوفوا هذا ويتقطع شويه ثقيل، زدت خففته باش يوليو لي نفس القوام، باش كي نديرهم ماربري ما يفسدليش شكلهم. يعني ما يجيش واحد ثقيل على واحد، ما يهبطش لافاني لتحت والشوكولا يبقى الفوق ولا العكس. يعني يجينا مغبغي بالشكل اللي نعدته لكم على الاول. وراح نبدا واش ندير وحده بوحده، خطره شيكولا خطره فاني كيما راكم تشوفوا فيهم. يعني الفيديو راهو يعبر بطريقه احسن. وشي هو المول تاعي برك كنت انايا دهنته مليح بالمارغرين ودرت له ورق الطهي باش نتاكد مليح باللي الكيك تاعي مش راح يلصق لي. اذا المول تاعك متاكده منه تقدري ما تدهنيه برك، يعني بلا ما ديري له البابي كويسون. ونكمل كامل الكيك تاعي على نفس الطريقه. لهنا دوك نعطيكم لاستوس تاع المحلات اللي يديروها باش يتشقلهم الكيك. يعني هي استوس صغيره وبسيطه بصح كيما نقولوا محاينها كبار. تشوفوا النتيجه اللي تمدها لكم، نتيجه ما شاء الله راح تفرحوا بها. راح يبان مشري كيما اللي يكون عند لي باتيسري الصباح. صدقوني يعني جربت قداه وصفات باش لحقت لهاد الوصفه. جربت لي بالحليب لي بالياغورت وحدهم، جربت قداه وصفه يعني، بصح هذه هي انجح وصفه وصلت لها. بعد ما كملت الخليط تاعي كامل شوفوا واش درت. فوت ان كوردون كيما كنت تشوفوا فيه عشوائيا باش ندير هذاك الشكل الرخامي، ونتاكد بلي هذيك الشيكولا فاتت في الجهات كامل. دركا راح نرش برك لهنا من الفوق شويه تاع شوفان. اذا ما عندكمش تقدروا ديروا اللوزي فيلي، اذا ما عندكمش تقدروا تخليوه هكاك. هذه مرحله اختياريه، يعني تقدروا تخليوه كيما راهو. ونحكموا شويه تاع مارغرين نديروها في اون بوش، نسخنوها هكا برك بيدينا ونديرو خط في النص. هذا هو الخط اللي راح يشقق لي الكيك تاعي كيما راكم تشوفوا فيه. خط برك رقيق في النص. مارغرين كنت جبتها من الفريجيدير يعني جامده، سخنتها غير بيدي ماشي ذوبتها، سخنتها بيدي عجنتها شغل حتى نطلقت روحها. ودرت هذاك الخط تاعنا تاع النص وطيبتها على درجه حراره قويه على الاول، ومن بعد نغسلها باش نتاكد بلي طابت من النص. واهم شيء ما تخرجوهاش من الفرن حتى نطيب تماما وتبرد فيه. وهاي ليكم شوفوا كيفاه تشقق في النص كامل، وشوفوا كيفاه طلعت الحبه تاعي حتى نمد لي هذا الشكل اللي يشبه للطوست. شوفوا كيفاه طلعت الحبه على الجوانب، ومدت لي هذا اللون الذهبي والمغبغي اكيد. شوفوا كي عاد الطبقات تاعي كانوا موزعين مليح، وفي نفس الوقت كانوا يعني ما كانت حتى وحده ثقيله على اختها، بزاف خفاف. دركا نرجعوا اليومنا. يعني بعد ما شاركت معكم الوصفه، هي يعني الوصفه كنت درتها نهار قبل. خدمنا كالعاده والعوايد. فات نهارنا في الخدمه نص نهار برك. اليوم ما كانش بروغرام اللي هو شارجي، دونك هبطنا ديريكتومون. كان عندي يوم استقبال تاع الولاد صغار خاوتي، دونك رحت شفت الاساتذه. هاكم تعرفوا هذيك الدوره. وقررت انا وسلسبيل نتغداو باش هذاك هو نروحو ديريكتومون نروحو نروبوزي. هاد البلاصه البنات شوفوا هو صح فاست فود على قيسو، يعني بلاصه صغيره ماهوش اسباس اللي هو كبير، بصح مكان هايل. والله صراحه ما نعرف حتى اسمه، ما تولاتش حتى بلاصتو داتني ماما البارح ونسيت اليوم باش نوليلو. في هذه الجهه الفوقانيه. هاي سلسبيل لهنا تسلم عليكم. سلسبيل شوفوا نوال وكارولين هبلوها
تتفرج من لايف تاع وحده لايف تاع وحده، كي تبغي تضحك تروح تتفرجهم. قلت لكم البنات هاد الفاست فود جاي في طريق تعجبان. شو هذا البنات اللي يسكنوا في باتنا يبيعوا واحد الدجاج ما عندي ما نحكي لكم. نوماج اليوم كنت مريضه وتمنوا لا تقعدوا الماكله اللي كليتها كامل حاشاكم رديتها. بصح شتو ما كلتو هايله الدجاج تاعو من ابن دجاج اللي كليتو. كنت الدجاج تاعي نتوتا نشتيه بصح صراحه مؤخرا فزد عاد كيفو كيف اي دجاج، وهو يبيع فيه غالي اكثر من الناس كلها. دونك هذا بزاف هايل، ويدير واحد لي غراتايان كومبانيهم معاه، يدير حتى الروز سلايط. يعني نتوما واش حبيتو عنده قداه نشوى وانتوما الحاجه اللي حبيتوها وخيرتوها. المره الجايه ان شاء الله كي نروح حنصوره لكم من برا ونعطي لكم اكزاكت البلاصه وين جايه. البنات اكيد اللي يسكنوا في باتنا. ومن بعد قلت لكم تبدل البروغرام كامل كي انايا حشاكم مرضت وتقيت، يعني جاتني هكا على ضربه. دونك جبت قهوه، ما لقيتش القهوه اللي مولفه نشربها، جبت هذه. ما على باليش اذا حتعجبني ولا لا. وعاودت روحت للدار باش هكا نروبوزي شويه باش يزيد يكمل نهاري العشيه. كانت هذه هي لا فيديو تاعنا النهار اليوم، فيديو خفيف ظريف على قلوبكم ان شاء الله. عليا انا هي ان شاء الله يكون خفيف على قلوبكم. نحبكم قد الدنيا وتهلاو في رواحكم ان شاء الله باش نتلاقاو في فيديو واحد اخر. باي باي.